الضغط الايجابي ام السلبي على المنتخب المغربي انه سيستضيف كاس افريقيا، لانه الجميع في المغرب قبل ان يكون خارج المغرب يتوقعون ان المنتخب المغربي سيفوز بكاس افريقيا. ولكن على كل حال هذا المنتخب وصل الى نصف نهائي كاس العالم الاخير هنا في دوله قطر 2022، ولكنه في البطوله الافريقيه التي تلت تلك البطوله المنتخب خرج من دور ال16. على كل حال المنتخب المغربي من المرشحين نعم، لكن هذه المساله هي مضمونه ام لا؟ الامر معلق بما ستؤول اليه المباريات تحت قياده وليد الركراكي. حلم سرعان ما يتبخر مع كل إخفاق ويتحول إلى كابوس حقيقي. قصة تلخص علاقة المغرب بكأس إفريقيا منذ عقود. جرت العادة أن يسهل المنتخب البطولة بثوب المرشح فوق العادة، ثم يغادرها في كل مرة بخفي حنين إلى أن اكتسب مناعة ضد الخيبات المتتالية. كتيبة وليد الركراكي تأمل التعويض هذه المرة عن خيبة الكوت ديفوار المفاجئة، لا سيما أن طريق النجاح تبدو معبدة داخل الديار، والتأكيد على لسان الجماهير المتعطشة. عندك جميع المستلزمات والمتطلبات كاملين كاينين عندك، يعني كامل كاع الشعب المغربي كامل واقف معاك دو ا زاد، يعني كيتمناو منك انك توصل للفينال، هذا المينيموم انك توصل للفينال. ولكن حنا كنتمناو يعني ماشي حنا اللي كنتمناو، قلوبنا تتمنى باننا حنا ان شاء الله نديو هذا كاس افريقيا ان شاء الله. وليد الركراكي صراحه عنده مجموعه مزيانه باش يفوز باللقب. ان شاء الله حنا زعما كنتمناو انه يوصل او موان لا فينال باش نحيدوا ذاك العقده اللي عندنا من شحال هذه، صديق من 76 وحنا كنتمناو ماشي غير انا، صديق المغرب كامل باغي المنتخب شي نهار يوصل للدومي فينال، الفينال بلوتو ولا يدي اللقب. استضافة البطولة يعزز الحظوظ على الورق، لكنه يفرض على أسود الأطلس تقليص هامش الخطأ. وبالرغم من تاريخ متواضع في البطولة، تضع توقعات المنتخب المغربي على رأس البلدان المرشحة لرفع الكأس الذهبية بالنظر لما يمتلك من إمكانيات ومؤهلات بشرية، بالإضافة إلى ظروف ملائمة. مجموعة من النسخ الخاصة بكأس إفريقيا يدخل المنتخب المغربي كمرشح للوصول إلى المباراة النهائية، كمرشح للتتويج، لكن يخرج بشكل مفاجئ أمام منتخبات متواضعة كما حدث أمام المنتخب البنيني في نسخة مصر 19 بعد 2000. لكن اليوم أعتقد على أن الفرصة مواتية أمام المنتخب المغربي، أمام رفاق ياسين بونو، من أجل استغلال عاملي الأرض والجمهور، ومن أجل التألق والإبقاء على هذه الكأس الإفريقية في المغرب. كل الظروف مواتية. اليوم جيل ذهبي لا يختلف اثنان على أن وليد الركراكي لديه تشكيلة قوية، مجموعة من المواهب التي تنشط في أعرق الدوريات الأوروبية. حصيلة المنتخب الوطني المغربي على مر التاريخ في كأس إفريقيا للأمم هي يعني حصيلة متواضعة وغير جيدة بتاتا. نتكلم عن منتخب تأهل مرة واحدة لنهائي كأس إفريقيا سنة 2004، ومنتخب يعني لعب دور نصف نهائي لمرات قليلة جدا، ولهذا فحصيلة المغربية متواضعة. المغرب يعاني من شبه عقدة في علاقته مع كأس إفريقيا، لكنه بصفته بلد منظم من الواجب عليه التنافس على اللقب، خصوصا وأنه بإمكاننا القول يتوفر على أفضل ترسانة على المستوى القاري من ناحية اللاعبين. بجيل مدجج بالنجوم وبزي البلد المنظم، يقف المنتخب المغربي أمام فرصة ذهبية من أجل فك عقدة طويلة الأمد ومعانقة كأس عنيدة استعصت منذ سبعينيات القرن الماضي. مهدي فودي، بين سبورتس، الرباط. إذا قلنا كانت مشاركة مخيبة لنقول في كأس أفريقيا الأخيرة بالنسبة للمغرب كابتن عزيز، رغم ذلك التصفيات الخاصة بهذه الكأس، رغم المغرب متأهل ولكن خاض التصفيات 26 هدف، فاز في المباريات الست، تلقى فقط هدفين. هل تصالح وليد الركراكي نقول وأيضا المنتخب مع الجمهور بعد مشاركته في كأس أفريقيا الأخيرة؟ أولا لازم نتكلم على أن صحيح أن المغرب هو البلد المنظم، مما يزيد الضغط على الناخب الوطني وعلى العناصر المنتخب المغربي. المنتخب المغربي كان المغرب نظم كأس أفريقيا في 1988 ووصل نصف النهائي، وكانت المشاركة فقط 8 منتخبات. صحيح. الآن 24 منتخب، كلها منتخبات تضم محترفين على اعلى مستوى. ايضا صحيح ان المنتخب المغربي الكل كان ينتظر منه حضور قوي في كاس افريقيا، خصوصا بعد ما قدمه في كاس العالم، والمباريات الوديه اللي كانت رائعه جدا، لكن الخساره امام جنوب افريقيا كانت مؤلمه صراحه. لكن اظن بان دفعت ايضا الناخب الوطني على تغيير اسلوب اللعب اللي تقدم به امام في كاس افريقيا، صحيح اللي كان مشابه لما قدمه في كاس العالم، وهو تقريبا اللعب على تقريبا على المرتدات، على المهاجم واحد، ثم اللعب دائما بتنظيم دفاعي محكم، لكن ما شفناه في الاقصائيات. ورغم ان المنتخب المغربي كان متاهل،
اظن كانت هناك جديه، كان هناك تغيير في الاسلوب، كان هناك العمل على استراتيجيات، ظهور بعض اللاعبين كسفيان رحيمي اللي سجل اهداف، بن صغير اللي كان مميز، شفنا بعض العناصر، ابراهيم دياز اللي كان ممتاز ايضا، الزلزولي اللي صراحه كسب الرسميه ديالو في المنتخب. تغيير اسلوب اللعب، اصبح اللاعب تقريبا بطريقه هجوميه كبيره جدا، مما ادى شيئا ما على فقدان شيئا ما التوازن في التنظيم الدفاعي. حكيمي كان ممتاز زياده على مزراوي ونايف عقرد، وظهور ايضا حركاس كلاعب محلي جنب عقرد. لذلك وحراسه مرمى بيبونو، اذا تقريبا نفس التشكيل بس لكن مع اضافه عناصر هجوميه اللي ممكن سوف تعطي للمنتخب المغربي دافعا قويا لتسجيل الاهداف. لكن الحذاري ايضا وليد يعرف ذلك ان ايضا المنتخب المغربي لازم ايضا انه يعرف يدافع في هذه المباريات، ليس فقط للاعب فقط للهجوم، عندك لاعبين قادرين على تسجيل الاهداف لكن ايضا لازم تحسين الدفاع، وهذا هو اللي اظن نجح فيه ايضا وليد في المباريات الاقصائيات، خصوصا المباراه امام الجابون عندما فاز على الجابون ذهاب واياب بنتيجه كبيره جدا وكان اداء مقنع. لذلك فلا نزيد الضغط كثير على وليد ولا على العناصر المغربيه. صحيح ان امام الجمهور في المغرب وسوف الكل ينتظر المنتخب المغربي، ولذلك فاظن بان المنتخب المغربي لازم يلعب مباراه بمباراه، وبعد ذلك أن المغرب لن يكون وحيدا في هذا البطولة، لن يكون وحيدا، لذلك دائما هناك واحد من المنتخبات ايضا المميزه جدا، منتخب مصر توج بلقب 7